النهارده هكلمكم عن أسوأ المواقف العنصرية والنصب اللي اتعرضت ليها هنا في ألمانيا. امبارح بالليل كنت جعان جدا ورحت مطعم هو أصله أمريكي بس كل اللي شغالين فيه ألمان، وحرفيا لما دخلت المطعم كان فيه زحمة كتير جدا. فجوه المطعم هناك موجود آلة بتقدر تطلب من عليها الأكل اللي أنت عايزه وتحاسب بكارت البنك. وبعدين يا عزيزي المشاهد بعد ما طلبت الأكل اللي أنا عايزه طلع عامل 6 يورو 77 سنت، وبعد ما حسبت ظهر لي الرقم على الآلة اللي المفروض استلم بيه الأكل بتاعي، والمفروض كمان كان يطلع لي وصل من الآلة علشان خاطر اوريهم اللي انا دفعته. وللعلم هناك بيظلموا على الكمبيوتر اللي انا دافع. رحت على الكاشير وكلمته وقلت له المشكله اللي حصلت، ووريته كمان على الموبايل بتاعي خصمه قد ايه. فقال لي انا ما اعرفش حاجه. وبعدين جاب لي المديره وكانت ست المانيه. بعدين يا جماعه لما قلت لها عن المشكله اللي حصلت قالت لي لا مالناش علاقه بيها. بعدين قلت لها الرقم ظاهر على الشاشه والمفروض دلوقتي تعرف ان انا محاسب. والله العظيم يا جماعه بعدها بدقيقتين جه ولد الماني حصل معاه نفس المشكله اللي حصلت معايا. قال لها الاله ما طلعتش ليا الوصل. فقالت له انت دفعت كام؟ قال لها 20 يورو. فالست المديره رجعت للشاب الالماني ال 20 يورو وانا قالت له اطلب مره ثانيه وما ادتنيش اي فلوس. زي ما انتم شايفين كده على الشاشه والله طلبت مرتين.